أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هناك إشكالية في عدم تنظيم العمل الأهلي في المنطقة المغاربية، وعندما أقول العمل الأهلي أقصد بالعمل الخيري. هناك الكثير من الناس يتبرعون، لا يعرفون أين ذهبت تلك الأموال، وهذا أمر خطير. لا أقول من الناحية الأمنية، ولكن حتى من الناحية الاقتصادية. يعني الذي نحن نعطيه لوجه الله هو لحل مشكلة. هناك الامرأة المستحقة، هناك المطلقات، هناك الأرامل، هناك الضعفاء، المساكين، ذوي الدخل المحدود. هذا أمر واجب أن نتبرع لهم ونساعدهم في محنتهم، ولكن نحن ما زلنا بعيدين نوعا ما عن أن هذه الأموال تصرف في التنمية، بمعنى تنمية حتى هؤلاء الأشخاص. هناك الكثير من الأرامل والمطلقات والنساء ذوات الدخل المحدود جالسات في البيوت، يمكن تدريبهم بعض المهن البسيطة مثل الخياطة، صناعة الحلويات، الجلوس مع الأطفال، تعليمهم مهارات الكمبيوتر. البعض سيضحك، سيقول لي لماذا يتعلمنا مهارات الكمبيوتر؟ لا يا أخي، الآن يجب على الكل أن يتعلم مهارات الكمبيوتر حتى يستطيع أن يعيش. بهكذا أمثلة أنا أقصد أن نعلم الناس وظائف يقتاتون منها، مثل ما يقول المثل الصيني: لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطادها. إذا أردنا أن نتقدم بالمجتمع ونقضي على بعض الظواهر الاجتماعية، علينا أن ندرب شبابنا، علينا أن ندرب بناتنا، وحتى الكبار والصغار ندربهم. ليس هناك عيب في هذا الأمر، وإذا كنت فاعل خير فتستطيع أن تذهب إلى إحدى المدارس التي تعلم المهن وتدفع 5 أو 6 أو لشخص أو لشخصين، ثم يقع الإعلان في الفيسبوك ويذهب هذا الشخص إلى تلك المدرسة أو مركز تدريب مهني ويتدرب مهنة. نكون هنا قد كسبنا مكسب جديد، ألا وهو أنك أنت تبرعت، ثم هذا التبرع الذي قمت به تدرب به شخص آخر، وأصبح يستطيع أن يبني حياته ويستطيع أن يسترزق في منطقتنا المغاربية. وإذا كانت لديكم أفكار أخرى لتطوير عمل التبرعات والشركات الأهلية فما عليكم إلا أن تكتبوا في التعليقات. وفي الختام أستودعكم الله، وإن شاء الله في فيديو قادم.